حد يصدق ان الكيك الهش جدا ده من غير ولا لبن ولا زبادي ولا زبدة ولا حتى سمنة؟ عايزة اقول لكم الفيديو النهاردة مبهر جدا بأقل تكاليف، اللي هو الوقت اللي ما خلاص ما فيش حد يقدر يجيب لي اي حاجة. عملتها بمكونات من البيت، شوية حاجات بسيطة جدا اقتصادية، طلعت احلى كيك. يلا ندخل على المقادير، بس قبل ما ابتدي الفيديو كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي يا رسول الله. وما تنسيش طبعا تحط اللايك. عندي هنا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، لازم تطلعيهم من التلاجة قبلها بنص ساعة. تنزلي عليهم برشة كبيرة كده من الفانيليا عشان زفرة البيض، وكوبايتين سكر بالكوباية المعيارية العادية. يعني حجم الكوباية دي زي اي كوباية مج شاي في كل بيت مصري. بتضربيهم كويس قوي كده بالهاند بلندر لحد ما يبتدوا يغيروا اللون ويختلطوا. كمان السكر بتاعك يدوب جدا، ولو سكر حبيبات عادي مفيش فيها اي مشكلة. انا هنا حطاه سكر اللي هو المتوسط اللي بيبقى حبيباته خفيفة جدا. نزلت عليهم بعد ما اتضربوا كويس قوي بكوباية، بالكوباية بتاعت مج الشاي العادي اللي احنا قلنا عليها مية، وكمان بكوباية الا ربع من الزيت. ضربتهم كويس قوي قوي كده مع بعض لحد ما عملوا فوم عالي. كمان كان عندي معلقه لبن بودر، والله هو ده اللي يعتبر مشيت بيه الكيك، وطلع ما شاء الله اللهم بارك طعمه وقوامه تحفه. نزلت عليه بمعلقه كبيره من اللبن البودر اللي كانت موجوده عندي في الكيس، وكمان كملت بقيه المواد السائله اللي هي الميه. حطيت كوبايه كمان من الميه بدرجه حراره الغرفه برضو، وقلبتهم وخلطتهم كويس جدا مع بعض. وهنزل عليهم بنص كيلو من الدقيق، شلت منه معلقتين عشان هقول لكم دلوقتي هعمل بيهم ايه. وكمان حطيت عليهم كيس كيك شيف ونص كيس من البيكنج باودر العادي اللي هو الماركة اللي اسمه كوكس. ضربتهم كده بالمضرب اليدوي العادي لحد ما القوام اللي انتوا شايفينه ده. نزلت ببقية الدقيق. توتالي دي اللي استخدمته نص كيلو، بس انا في الاول حطيت 3 كوبايات على البولة اللي المفروض الطبيعية، وبعدين شلت من الخليط تلت الكمية بتاعته، حطيتها في بولة تانية كده زي ما انتوا شايفين، ونزلت عليهم على طول بمعلقتين من الكاكاو، وظبطت القوام بتاعه لحد ما تشوفي القوام اللي انتي شايفاه ده. يعني قوام كده متوسط، ما هوش تقيل ولا خفيف. بقيت الدقيق بتاع النص كيلو اللي قلت لكم عليه نزلت بيه على البولة التانية. لازم تظبطي القوام بحيث ان الاتنين النوعين من الكيك يبقوا نفس القوام. ابتديت اجيب القوالب بتاعتي وبطنتها بتبطينه من الزبدة وهي مجمدة، ومشيت على الصينية كده من حوالين الحروف وكمان البطن بتاعها، وزودت الزبدة شوية عشان تطلع بمنتهى السهولة. ابتديت هنا كمان جبت الكيك الشوكولاتة والكيك الفانيليا العادي، وابتديت احط شوية من ده وشوية من ده عشان تديني الشكل اللي هتشوفوه في الاخر. عملت واحد بالشوكولاتة والفانيليا الاتنين مع بعض كده، خليتهم متفرقين كل واحد فيهم بشكل، ما حبيتش اعملهم بالعصاية بتاعت الشيشطاووك ولا حاجة. بس الصينية دي بصراحة حبيت ان يبقى فيها طعم الشوكولاتة داير في كل المناطق بتاعة الصينية، فحاولت كده اجيب ظهر مضرب او عصاية شيشطاووك واوزع الكيك الشوكولاتة في جميع انحاء الصينية، وكانت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا كنت مسخنه الفرن من اول ما ابتديت فيها، دخلتها على درجه حراره 220، وبعد تلت ساعه قللت درجه الحراره ل 200 من تحت بس، وابتديت بعد ما احس ان هي خلاص بقى عليت وتمام كده فتحت عليها الشوايه من فوق اخر ربع ساعه بالظبط. اخدت ساعه الا تلت في الفرن علشان خاطر كيك الشوكولاته بياخد وقت شويه في التسويه عن الكيك الفانيليا. طبعا طلعتها قطعتها على طول زي ما انتوا شايفين، خرجت من القالب بتاعها بمنتهى السهوله، وما شاء الله اختبرتها بعصايه الشيشطاووك اول ما طلعت ولقيتها اللهم بارك مستويه، وكمان يعني عاليه العلو اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ابتديت بقى اقطعه. انا بصراحه قطعتها وهي سخنه، انا ما استحملتش يعني حرفيا كده كنت مستعجله عليها، كان عندي ضيوف وحاولت كده بقدر الامكان انجز علشان هي ما بتتاكلش وهي سخنه، بتهدى شويه. فانا طلعتها في الاطباق علشان خاطر تاخد درجه حراره الغرفه، او احطها في التلاجة تاخد درجه حراره التلاجة، بتبقى حلوه جدا. قطعتها كده عشان تهدى بسرعه جدا. ابتديت هنا اقطع. ما شاء الله القالب حلو جدا ما شاء الله، وطعمه تحفه. عايزه اقول لكم ان هي بتتاكل وهي بارده، ما بتتاكلش وهي سخنه، بتبقى حلوه قوي قوي. يعني جربوها. كيكه اقتصاديه جدا زي ما انتوا شايفين. الكيك هش ومش محتاج ان انا اتكلم عليه، هو بيتكلم عن نفسه.
هش جدا وما شاء الله مرتفع وطعمه في حتة تانية. جربوا الكيكه الاقتصاديه دي، ما اخدتش وقت ولا مجهود، بنص كيلو دقيق مليتي البيت كده خير، وعملتي حاجه كده، حاجه حتى لو بسيطه بس شرفتك قدام ضيوفك. طعمها حلو وما شاء الله طالعه هشه ومرتفعه جدا. لحد هنا الفيديو خلص، عايزاكم تجربوا الكيكه الاقتصاديه دي، هترمي معاكم وهتنفع في وقت الازمه. اسيبكم في حفظ الله، ربنا يحسن